بيحكي ملخصنا عن مقاتل مشهور بسبب ماتش مع خصمه بيقتله بالغلط، وللأسف بيدخل السجن وبيتحكم عليه ب9 سنين سجن، بس بسبب سلوكه المستقيم جوه السجن بياخد إفراج مشروط. يعني هيفضل فترة تحت المراقبة، وهي الفترة اللي المفروض يقضيها في السجن، ولكن بتحصل له مشكلة جديدة بتجبره يقاتل مرة تانية. يا ترى هيغير حياته ولا الحياة هتجبره يقاتل من جديد؟ تعالوا نشوف سوا هيحصل ايه معاه. بيبدأ فيلمنا في واحد من السجون، وبنشوف الشرطي وهو بينادي على جون بطلنا اللي أخد إفراج مشروط لأنه كويس جوه السجن. وبيوصل جون عند الشرطي المسؤول عنه، واللي بيعرفه إنه لازم يلاقي وظيفة، وبيطلب منه ما يعملش مشاكل خصوصا في فترة الإفراج وإلا هيرجع للسجن تاني. بيخرج جون أخيرا للنور، وأول خطوة هياخدها هي البحث عن وظيفة تناسبه، خصوصا انه مش عايز يرجع للقتال من تاني ويقتل حد بالغلط. وبنعرف ان حد قريبه عرفه على شركة بتشتغل في العقارات مديرها اسمه سولي، فبيروح جون يقابله وبيطلب منه يشغله بالتوصية اللي معاه. بس سولي كان عارف ان جون مجرم وطلع من السجن وخايف منه، لكن مضطر يشغله لانه محتاج عمالة وجون قوي وهينجز في الشغل. بس كان بيعامله بطريقة مش كويسة عشان يخوفه منه، وبيهدده لو عمل أي مشاكل هيكون مصيره الشارع أكيد. ولأن جون مش عايز مشاكل ما كانش بيرد عليه. بعد ما بيخلص جون شغله في العقارات بيقرر يروح يرفه عن نفسه شوية ويشرب في بار قريب، وشاف هناك الويتر اللي بتقدم المشروب لمجموعة من الشباب المتحرشين، واتنين منهم بيعاكسوا فيها، بس هي قدرت ترد عليهم وتأثر لهم. وجون كان متابع الوضع من بعيد ومش عاجبه، بس مش عايز يتدخل، وكمان صاحب البار عايز يوقفهم بس مش قادر عليهم. وبترجع الويتر تكمل شغلها، بس للأسف الموضوع بيتطور مع المتحرشين اللي محدش بيقف لهم، وبتقوم خناقة بينها وبينهم. وهنا جون بيفقد أعصابه وبيقوم يضرب الاتنين، وصاحب البار قال لنفسه بس هو ده المطلوب، وطلب من جون يشتغل عنده حارس بالليل ويحميهم من الأوباش دول، ودي تعتبر شغلانة قانونية، فوافق طبعا وبقى عنده شغلانتين بدل واحدة. تاني يوم الصبح بيروح جون على شغله في العقارات، وسولي زي عادته مش طايقه كان بيدعي ما يرجعش تاني، بس جون رجع، وحتى انه بيقبضه اقل من زمايله جون مش بيعترض. بعدها بيخلص شغله وبيروح للقسم عشان المراقبة، وبيكلم الشرطي المسؤول عن اخر حاجة عملها، وانه لقى شغل وكان نفسه يحكي لحد عن حياته بجد، الا ان الشرطي ما كانش مركز معاه اصلا، وده عصب جون اللي اتحكم في اعصابه. والشرطي قال له كويس فوت عليها الاسبوع الجاي. بالليل بيجي وقت شغله في البار، وكان الجو حلو لحد ما اتنين شربوا كتير وبعدها مسكوا في بعض، فراح جون وفرق بينهم وهداهم، بس من مجرد ما لف ظهره لهم اشتغلوا ضرب في بعض تاني، فقام ضربهم ومن قفاهم برضه لبره، وقال لهم لو عايزين تتخانقوا كملوا بره. والغريب انهم سمعوا كلامه ورجعوا كملوا ضرب في بعض. مين بقى كان متابع اللي بيحصل؟ فيرا الويتر اللي جون ساعدها امبارح، وواحد تبعها اسمه رينو، واللي سألته عن رأيه في جون ولو ينفع في شغلهم، فقال لا طبعا لو ده مش هينفع مين ينفع. وراح رينو يسلم كارته لجون اللي قال لو عايز شغل بجد تعالى على العنوان ده، بس جون كان رد واضح ورماله الكارت وقال له ما بقتش اشتغل فيهم خلاص، وعشان تعرف نوع الشغل كمل معاه الملخص ده تعالوا نكمل. بعد ما جون بيخلص شغل في العقارات بيتفاجئ بفيرونيكا مرات اللي قتله منتظراه بره، وبيقعدوا في كافيه وبتعرفوا انها مش جايه تعاتبه ولا تلومه على اللي عمله، وبتعرفوا ان هي السبب في خروجه قبل المده اصلا، وما خرجتوش حبا فيه ولا حاجه، انما بنتها عايزه عمليه زرع قلب ومعهاش فلوس للعمليه، ولما عرفت انه ندمان وعايز يعوضهم خرجته وعايزه منه يعمل لبنتها العمليه. وجون طبعا ما عندوش اي فلوس غير شغله الحالي، وبيعرفها ده فبتتعصب وبتقوله انها فكرت انه صادق لما قال انه ندمان ومشيت وسابته، بس جون فعلا حاسس بالندم وبدأ يجمع الفلوس اللي تجيله. وبالليل بتلاقيه فيرا مهموم فبتسأله مالك، بيعرفها انه عنده شوية مشاكل، وبيسألها لو تعرف الشخص اللي عرض عليه الشغل، بتقوله ايوه، وبتاخده المكان رينو اللي كان بيلعب قمار، وبيتعرفوا على بعض، وبيسألوا جون عن نوع الشغل فبيقوله هاخدك عليه، وبياخدوا لحلبة قتال غير شرعية، وطبعا جون بيرفض، فبيسألوا رينو لو خايف، بيقوله طبعا لا، فبيصرحوا رينو انه يعرف بموضوع الافراج عنه، ولكن هيأمنوا لو قتل والشرطة ما بتقدرش توصل لهنا، وكمان المكسب كبير، بس بيرفض وبيمشي. تاني يوم بيزور فيرونيكا في بيتها عشان يتأسف لها انه مش هيقدر يساعدها في مشكلة العملية، وده بيعصبها اكتر، وبتخرج الرسائل اللي كان بيبعتها لهم، وبيقول لها انه عايز يعوضها ويساعدها، وبتقوله انه كذاب. وبتصحى بنتها على صوت الدوشة وبتسأل أمها مين ده، فبتعرفها إنه صديق سابق لباباها. بيحس جون بالزعل على الطفلة وبيقرر إنه يجمع فلوس بأي شكل،
اما رينو بيروح مع فيرا المحل انتيكات صاحبه اسمه دولي، وبيطلب منه يراهن على المقاتل بتاعه الليلة واللي أكيد هيفوز، بس دولي بيرفض وبيعرفوا إن بسببه خسر كتير والقمار والرهانات ضيعت فلوسه، ومش هيضيع المحل ده كمان منه، خصوصا إن محدش عايز يشتريه أصلا. بيترجى إنه يساعده المرة دي لأنه مديون بسبب القمار، فبيرفض بس بيعرض عليه يشتري منه أزرار والده القديمة واللي تساوي كتير. بس رينو بيعتز بيهم جدا ورفض انه يبيعهم حتى لما كان مفلس ومشي من المحل، بس دولي قال له لو غيرت رأيك انا مستعد اشتريهم. وتاني يوم في الشغل بيتخانق سولي معاه عشان ما عملش الشغل اللي طلبه، بس سولي مستقصده اصلا، وبسبب الضغط على نفسه بيقع سولي بسكتة قلبية، وبيتحرك جون بسرعة وبيعمل له انعاش قلب لحد ما الاسعاف بتوصل ومعاه منظم لضربات القلب، والممرض بيشكره على سرعة تصرفه وبيقول له ان الراجل ده مديون له بحياته. بس ما يعرفش الممرض ان سولي طرد جون اصلا قبل ما يغمى عليه. اللي حصل بيخلي جون يروح لرينو بالليل الحلبة، ولكنه كان مشغول في قتال ومركز مع المقاتل بتاعه، وكل ما جون يروح يكلمه يمشي ويسيبه من الاخر بيتقل عليه، فبيفضل جون يتفرج وهو ساكت لحد ما القتال بيقف، ولكن مقاتل رينو بيتصاب في انفه وده بيخليه مش مركز، فبياخدوا رينو يخيط له الجرح وبيعرفوا الحكم ان قدامه 5 دقايق بس على ما يرجع للحلبة. بيرد رينو انه خلاص قرب يخلص وهيرجع اكيد، وبيجي جون اللي بيطلب منه يتكلموا سوا لكنه بيقول له مش فاضي، وبيتكلم مع المقاتل اللي بيرجع يقف من تاني وبيقول له وريني بقى جمال قبضته، بس المقاتل بيقع على وشه وبينام في الارض. فبيسأله جون لو بقى فاضي يتكلموا، بيقول له ايوه وهو متضايق. بيعرفوا انه هيقاتل بس عدد معين من الماتشات، يعني ما يعتمدش عليه لانه محتاج يجمع مبلغ معين وبعدها هيبطل، فبيقول له رينو موافق بس النية حاجة تانية. المهم بياخدوه للحلبة وبيحرج عليه رينو انه ينسحب، يعني لو هيموت في الحلبة يموت عادي انما ينسحب لا. بيدخل بعدها رينو بالحلبة، ولكن الحكم بيعترض لانه غير المقاتل، بس رينو بيأكد عليه انه هيقبض نسبته اعلى من الاولى بس بيمشيها. بيعرفوا الحكم القوانين وبيقول له ابدأ القتال، وبيسيبهم سوا في الحلبة، بس جون كان خايف يأذي المقاتل اللي قصاده، رغم ان المقاتل التاني عايز يأذيه ومستخدم سلاح عادي وده مسموح بيه في الحلبة، والحكم قال لجون لو عايز يستخدم سلاح عادي، بس طبعا رفض وبدأ القتال بين الاتنين. والمقاتل كان عنيف وجون كان مهدي في الاول لحد ما يعرف نقاط ضعف خصمه واللي كانت في الاكتاف والصدر، وبضربة واحدة في قفص الصدر كسرها عظمه ووقع بعدها مغمى عليه، وفاز بالضربة القاضية واتلقب بكسر العظام. وكان رينو فرحان طبعا اخيرا لقى مقاتل قوي يكمل معاه. بعد الماتش بيروح اوضه الاستراحه وبيقبضوا رينو نسبته من القتال، لكنه بيدي نصها للمصارع الاول لانه لعب نص الماتش، وده ضايق رينو اللي كان عايز المبلغ كل لجون لانه ناوي يجمع كل المكاسب عشان يدخل بيها ماتش كبير. تاني يوم جون بيروح المراقبه الاسبوعيه بتاعته، وكالعاده الشرطي مش بيكون منتبه ليه ولا حتى بيبصله، حتى بعد ما جون قال له انه بيلعب مصارعه وبيضرب الناس مقابل الفلوس. وبيظهر ان جون عايز يتكلم معاه بس الشرطي ولا هو هنا وبيقول له يمشي. بيمارس جون بعدها تمارينه عشان يحافظ على لياقته، بس لما بيرجع شقته بيتفاجئ ان رينو موجود فيها وبيقول له لازم يجيب اقفال لبيته. بيتخض جون من الفلوس تكون اتسرقت وبيروح يطمن عليه، بس بيعرف ان رينو عرف مكانها لانه كان مخبيها في المكيف، ورينو قال له ان ده اول مكان هيدور فيه الحرامي. بيلاقي كمان ان فيرا معاه وجايين ياخدوه معاهم. رينو بيعرفوا انه في قتال على رهان كبير وعايز مبلغ كبير زيه، عشان كده هيضطروا انهم يلعبوا ماتشات صغيره لحد ما يجمعوا المبلغ المطلوب، وعايزونه ينضم لهم وبيسألوا لو موافق انه يكمل معاهم. بيوافق، ورينو بيعرفوا انهم لازم يقابلوا واحد اسمه ديكن لان هو اللي هيدخلهم الماتش. بيروحوا لديكن اللي بيكون راجل عجوز بس مش بيوافق يدخلهم الرهان، رغم ان جون كسب في الماتش الاخير بجدارة الا انه رفض. بيطلب جون من رينو انه يكلم ديكن لوحده وبيسيبهم مع بعض. ديكن بيقول لجون انا عارف انت هتقول ايه، بس مش هينفع اخاطر بسمعتي على واحد لسه بادئ ومحدش يعرف عنه حاجة، خصوصا انك هادي جدا جوه الحلبة وما بتغضبش. بيفهم جون ان ديكن مش هيراهن عليه عشان خايف يخسر، وهو راجع في الطريق مع فيرا ورينو اللي بيكون متعصب لان ديكن رفض يراهن، بس فيرا بتقول له انه بيحافظ على سمعته وده من حقه. رينو بيقول لهم ان المشكله في جون لانه لطيف وده مخلي الكل منه لا يخسر، وبيطلب من جون يخشن شويه ويبين انه غضبان لان الجمهور بيحب النوعيه دي. بيطلع رينو على محل دولي مره تانية يمكن يوافق انه يراهن، بس بيرفض، ورينو مش بيلاقي حل قدامه غير انه يبيع ازرار والده. دولي بيدفع فيهم $5000 بس، ورينو بيكون عايز اكتر بس بياخدهم مجبر، لكنه بيوصي دولي ما يبيعش الزراير لانهم هيرجع ياخدهم تاني. وبيضحي رينو باكتر حاجه بيحبها عشان الماتش الكبير ده. بيطلعوا بعدها على مكان القتال وبيكون في مرسى قديم للسفن، وبيكون موجود كلاب شرسه في الماتش واللي بيقع بيتعض. جون بيكون قلقان هو وفيرا، خصوصا ان الكلاب جعانه واللي هيجي تحت اسنانها مش هتخلي فيه، بس رينو بيطمنه وبيروح يتكلم مع مدير الليله
لما بيسيبه مع فيرا بيسألها ايه اللي مخليها مع رينو، بتقول له انه دين قديم وانه انقذ حياتها ومن وقتها وهي معاه. اما رينو بيروح يتكلم مع تيس عشان يدخله الماتش، بس تيس بيسأله لو جاب الفلوس اللي عليه، بيقول له لا وانه جاي يلعب. تيس بينادي رجالته عشان يعلقوه بس جون بيلحقه وبيعرف انه مديون لتيس بمبلغ كبير. جون بيقترح على تيس انه يلعب على المبلغ ده، لو فاز يبقى دين رينو خلص، لو خسر يبقى يرمي رينو للكلاب. بيوافق تيس وبيبدأ القتال بين الاتنين. مقاتل تيس بيكون متفوق في الاول خصوصا انه جيتا، بس رينو عشان يشجع جون بيقول له اعتبره كيس بطاطس، قوم يا عم الحاج ده كله دهون. لكن جون بيقع وبيخنقه المصارع التاني والكلاب بتعضه كمان، لكنه بيقدر انه يضربه ويفك نفسه وبيوقعه على الارض. وبيفوز جون بالضربة القاضية وبينقذ رينو من الموت والدين مع بعض. طبعا رينو بيكون فرحان وبيشكره على اللي عمله معاه، بس بيجي لجون اتصال من فيرونيكا وبيروح لها المستشفى لان سارة تعبت فجأة. بيطمنها انه خلاص قرب يجمع المبلغ وقريب هيعملوا العملية. اما رينو بيكون في شقته مع فيرا اللي بتقوله ما يستغلش جون لانه مش زي المقاتلين اللي قبله. بيسألها رينو لو حبته لكنها مش بترد وبتتوتر. رينو بيقول لها ده قاتل اوعي تثقي فيه، وبيعرفها انه دخل السجن لانه قتل الراجل بايده، وبيطلب منها تقف جنبه لحد ما يسد ديونه. بس للاسف جون بيسمعه وبيزعل منه بس مش بيتكلم لان جون ندمان جدا على اللي عمله وما كانش بيعدي عليهم الا وهو بيفكر في اللي حصل. بيحاول رينو يصلح اللي حصل ويتكلم مع جون بس بيرفض انه يفتح الموضوع تاني. جون بعدها بيدخل اكتر من قتال وبيكسبهم كلهم وبيجمع مبلغ 70,000 دولار. لما بيرجعوا يجمعوا المبلغ وبيكون لسه محتاجين 100,000 عشان يكملوا، وبتيجي مكالمة لرينو بيرد عليها وبيسيب فيرا مع جون وبتتأسف له على اللي قاله رينو. بس جون بيعرفها انه اتغير في السجن وبطل يغضب، حتى صوت الناس العالي ما بقاش يأثر فيه لان المساجين كان صوتهم عالي واتعود مع الوقت عليهم ما بقاش فارق معاه. بنعرف ان الاتصال اللي ده لرينو بخصوص قتال مع هاري ستينت اللي محدش بيحب يصارعه. بالليل بتكون فيرا قاعدة تخيط مخدة وبيسألها جون لما هي شاطرة كده ما اشتغلتش في المريض ليه. بتقوله انها حاولت بس ما قدرتش تشوف الناس بتموت قدامها. اما رينو كان بيلعب زي عادته بس جاله دينيس الراجل بتاع فالو وده واحد مديون له برضه، وفضل يضرب فيه وقال له معاه اسبوع عشان يسد اللي عليه والا هيموت. تاني يوم رينو بياخد جون لقتال جديد وبتكون فيرا قلقانه لان المقاتل اللي قصاده قوي. فعلا بدأ القتال وجون كالعاده بينضرب في الاول بس المصارع قفل على ايده باب العربيه لان المكان بيكون متحوط دايما بحاجات حاده تساعد انها تقتل المصارعين. المهم جون بيدي للمصارع ضربه في مناخيره بيكسرها وبعدها بينام ما يحطش منطق. بيخرجوا بعدها يحتفلوا بالمكسب بتاعهم. لكن وهم قاعدين بيجي لجون اتصال من فيرونيكا وهي منهارة، فبياخد فيرا ورينو وبيروح لها. بيدخل الشقة وبيلاقي جواب من المستشفى رفضت تزرع القلب لبنتها إلا بعد الدفع. بيدخل يدور عليها بيلاقيها في الحمام وغرقانة في الدم لأنها حاولت تنتحر. أخدها على المستشفى بسرعة وقعد يستناها مع فيرا، وبيحكي لها جون على اللي بيعمله مع فيرونيكا وإنه بيساعدها، وبيسألها عن رينو بتقوله إنه مش بس بتطلب منه ما يظلمهوش لأنه في ورطة زيه. بعدها بيدخل لفيرونيكا وبيعاتبها على اللي عملته وإن مش عشان المستشفى رفضت تنتحر وإنها لازم تحارب عشان بنتها. بس فيرونيكا كانت عايزة تموت وتتبرع لبنتها بالقلب لأنهم متطابقين. جون بيقول لها تصبر وقريب الفلوس هتجهز. تاني يوم رينو بيروح لدولي يطمن على الأزرار بس بيتصدم إنه باعهم وبيخرج من عنده وهو زعلان، لكنه بيقبل بماتش جديد عشان يجمع الفلوس. وكالعادة جون بيروح المراقبة والشرطي مش بيهتم بيه. بالليل بيروح جون القتال وبيكون مع شخص قوي وخطير. بيبدأ القتال وبيكون الديانة مستنين فلوسهم من رينو. اما جون بيقدر انه يفوز على خصمه لكن بيطلبوا منه انه يقتله وبيرفض طبعا. بيسيب المباراة وبكده يعتبر خسران وبيخسر رينو الفلوس. بتحاول فيرا تقنعه انه يرجع والا رينو هيتأذي، بس جون بيرفض انه يقتل مرة تانية حتى لو شخص تاني هيموت، المهم ما يكونش هو القاتل المرة دي كمان. بيسمعوا رينو وهو بيتألم وبيعرفوا ان دينيس ضربه لانه خسر وبيلاقوه مجروح جامد. بيساعدوه يقوم بس بيقول لهم يسيبوه لوحده. في العربية جون بيسأل رينو بقد ايه مديون للراجل ده. بيعرفوا انهم 150,000 دولار وبيستغرب جون من المبلغ الكبير ده. بيسأله صرفهم في ايه بس فيرا بتتدخل وبتقول له ان رينو بيحميها وان الدين ده بتاعها اصلا. بيقضي جون ايامه عادي وبيروح يزور سارة وبيتدرب عشان الماتش الجاي. وفي يوم بيكون قاعد في كافيه وبيجيله دينيس وبياخده معاه الرئيس وفال. بيروح يقابله وبيلاقيه صاحب الشركة اللي كان شغال فيها بس سوليمان رفضه. بيقوله انه مديون له وبيسأله ليه بيعرفه ان سوليمان يبقى جوز بنته. هو مش بيطيقه بس بنته بتحبه وهو بيضحي عشان بنته. فال هو نفس الراجل اللي رينو مديون له وبيسأل جون ايه الحاجة اللي محتاجها منه عشان يسد دينه. بيعرفوا ان في بنت محتاجة عملية زرع للقلب ولازم تتعمل بسرعة، كمان دين رينو لازم ينزل والا هيموت.
بس فال بيقول له ليك طلب واحد بس، اختار حاجة منهم، وبيختار جون انه يراهن عشانه في القتال ولو كسب هينقذ البنت. بس جون كان ذكي لانه لو فاز هينقذ سارة وكمان رينو هيقدر يسد الدين. بعدها جون بيرجع فيرونيكا بيتها وهي بتشكره على وقفته جنبها، وبتقوله انها عارفة انه كان بيدافع عن نفسه ضد جوزها وقتله غصب عنه. بس هي كانت متعلقة بجامد وما بقاش لها غير بنتها وخايفة تخسرها هي كمان، عشان كده كانت عنيفة معاه وعايزاه يساعدها، وهي عارفة انه بيعمل اكتر من طاقته عشان سارة تعمل العملية. بيفرح جون بكلامها وبيقرر يسامح نفسه على اللي عمله ويبدأ حياة جديدة. بيروح بعدها لديكن عشان يقنعه بالرهان، لكنه كان شارب ومش مركز في الكلام. تاني يوم بيروح المراقبة، والمرة دي بيتعصب على الشرطي وبيقول له يبصله ويكمل كلامه. بيبصله الشرطي لأول مرة وبيحس جون انه اخيرا بقى مهتم بيه. بيرجع بيت رينو وبيلم شنطته عشان يمشي لانه قرر ما يكملش قتال، لكن رينو بيشكره على اللي عمله وانه انقذه من الموت، وبيقول له انه بقى افضل صديق ليه وانه ما عندوش اصحاب اصلا، وفعلا اتعلم معنى الصداقه منه. وبيساله لو جاهز للقتال الجاي عشان سارة وعشان فيرا. بيوافق جون انه يكمل معاه لما حس من رينو انه مش مجرد قلق جمع الفلوس. اما فيرا اخيرا بتفتح قلبها لجون وبتقول له سبب دينها لرينو. بتعرفه انها كانت ملك فال في الاصل، ورينو قرر يشتريها منه عشان ينقذها من عذابها، واخدها فضل يدفع لفال لحد النهارده، ورغم ده ما لمسهاش ولا مره. جون بيقول لها ان رينو اكيد بيحبها وانهم لايقين لبعض ولازم تفضل معاه. تاني يوم بيروح رينو القتال الاخير بعد ما عرف ان في حد راهن عليه، بس بيطلع ان ديكن هو اللي راهن عليه عشان حس انه شخص كويس. وبيدخل القتال وخصمه بيكون قوي جدا وبيكسروا الشبكه اللي شايلاهم، وبيوقع المصارع على جون مواسير الصرف وبيقع في بير زيت. الكل بيفكر انه مات وبيتخض رينو والكل بينزل يشوفه، لكنه بيطلع من تحت المواسير وبيرجعوا يكملوا الماتش. وبيفوز جون على المصارع والفلوس كمان وبتتحل مشاكلهم. سارة بتعمل العملية أخيرا، وفيرونيكا بترتاح من ناحية بنتها وبتشكر جون لأنها من غيره كانت هتخسرها. جون بيفاجئ رينو إنه رجع الزراير بتاع والده وبيديها له هدية وبيفرح جدا، وبيقرر إن هو وفيرا يتجوزوا. أما جون بيقرر يكمل في المصارعة بس بشكل قانوني. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.